السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ تعالوا كده يلا عشان نعمل مع بعض الخبيزة بطريقة ماما. وهنعمل كمان حبة رز. يلا شوفوا هنعمل ايه مع بعض. اول حاجة انا معايا هنا الخبيزة اللي احنا عملناهم مع بعض. دي الخبيزة اللي كانت ماما جايباها لي. ومعايا هنا ربطة من السلق، ومعايا ربطة من الكزبرة، ومعايا ربطة صغيرة برضو من الشبت. بتدي طعم حلو قوي للخبيزة. اول حاجة انا هبدأ اغسل الشبت والسلق وكل حاجة. على ما اغسل الخبيزة والخضرة بتاعتنا هولع على حلة مية زي ما انتوا شايفين كده. بس مش هنكتر، هنحط حبة مية صغيرين عشان هنسلق فيهم الخبيزة والخضرة. مش عايزين مية كتير. اول حاجة انا جبت كده طبق بلاستيك واحط فيه بقى الخضرة بتاعتي والسلق وكل حاجة عشان هغسلهم. اهم حاجه افتحي كده ميه جاريه علشان ساعات بيبقى فيهم طينه. والخضره برضه نفس القصه، برضه بيبقى فيها طينه والكلام ده. انا هدني كده اغسل فيهم كذا مره علشان نعمل الاكل بتاعنا تبقى حلوه وكمان نعقمها. بعد ما نغسل كده الخضره والسلق وكل حاجه، جيب حبه خل زي ما انتم شايفين نعقم الخضره. وبعد ما تغسلوه بالخل بقى خلاص كده، تغسلوه كمان مره وخلاص طلعي منهم الخل كده. وخلاص هنبدا نغسل بقى الخبيزه بتاعتنا. خلاص انا كده جبت الخبيزه بتاعتي كده وحطيتها برضو على ميه جاريه. الخبيزه اهم حاجه اغسلوها كتير، تبقى مليانه طينه قوي قوي قوي. انا غسلت فيها اكتر من حوالي 4 مرات. معايا هنا من نص كوبايه من الرز ننقعها على ما نخلص الخبيزه ونسلقها. يكون اتنقعت معايا نص ساعه على الاقل. بعد كده انا حطيت في قلب المية الخبيزة برضو حبة خل علشان نعقم زي ما عملنا في الخضرة. انا هدنك كده حوالي 4 مرات عشان اغسل فيها. هتلاقي المية بتاعتها، بص شايفين زي ما انتوا شايفين مليانة طينة، شايفين لون المية عاملة ازاي. انا هدن اغسل فيها لحد ما الاقي معايا المية بقت بيضة كده حلوة. وكنا نزلنا الطينة منها وعقمناها. خلاص انا غسلت برضو الخبيزة بحبة خل كده، خلاص تعقمت معايا. هدني بقى اشطف فيها لحد ما لو في اي حاجة في الخبزة طلعيها، في ورقة صفرة ولا اي حاجة طلعيها. وفي بعد كده بقى كل المية معانا غليت، يكون خلاص خلصت انا كده كل الخبيزة. هدني اغسل فيها كده انتوا شايفين. ما تستعجلوش على غسلها علشان زي ما انتوا عارفين الطينة والحاجات دي كلها غلط على الصحة. خليكي مستمرة زي ما انت شايفة كده في الغسيل. خلاص كده، خلاص انا بدأت خلاص خلصت كده، دي اخر شطفة معايا. بعد كده بقى انا هبدأ هقطع كل السلق معايا بالخضرة. بس انت اهم حاجة ما تكتريش خضرة. هي ربطة صغيرة من الشبت، وربطة صغيرة من الكزبرة، وربطة برضو صغيرة من السلق. خلاص يا حبيب قلبي انا كده بدأت كده خلاص صفيت كل الخبزة معايا. هبدأ بقى اقطع كل الخضرة والسلق. خلاص والمية معايا كده خلاص كده غليت. هبدأ بقى اسقط كل الكلام ده كله في قلب المية. زي ما قلت لكم حبة مية صغيرين، انا مش عايزة اسلق في مية كتيرة علشان حبة المية ديت انا هضربها مع في الخلاط مع الخبيزة. فمش عايزين كمية مية علشان الخبيزة تبقاش خفيفة معانا وتبقى صيصة. هبدأ بقى احط كل الكمية زي ما انتوا شايفين كده. الخبيزة لما بتغلي هتلاقيها كلها نزلت مع بعض كده ودابت خالص. يعني حبة المية اللي انت تقولي ده قليلين، لا مش هتبقى قليلة ولا حاجة، زي ما انتوا شايفين. في ثانية اهي بتغلي، وفي ثانية ان هي هتدوب خالص مع المية. خلاص يا حبيب قلبي هسيبها بقى تغلي غلوتين كده زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما تغلي خالص يعني 10 دقايق هطفي عليها زي ما انتوا شايفين. خلاص كده طفيت عليها، هسيبها تبرد خالص وبعد كده هضربها في الخلاط. خلاص يا حبيب قلبي بعد ما بردت انا ضربتها كده في الخلاط زي ما قلت لكم. ولعت بقى عليها على النار. وهحط بقى نص كوبايه الرز اللي انا كنا نقعينها قبل ما نعمل اي حاجه. خلاص صفيتها وحطيتها. في الوقت ده بحط بقى قلبين مرقه. احط بقى معلقه كمون، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، ومعلقه من السكر، وسبع بهارات. وده ايه اقلب علشان الرز اللي احنا حاطيناه ما يتحرقش في ارضيه الحله. هجيب بقى هعمل جنب الخبيزه اللي هو الرز محمر مش بشعريه. هعمل رز محمر بيبقى طعمه حلو قوي مع الخبيزه.
جبت كده معلقتين من الزيت، معلقه سمنه، واحمر الرز زي ما انتم شايفين. وبرده ايدي مستمره برده في قلب الخبيزه، علشان زي ما انتم قلت لكم برده الرز ما يتحرقش، اللي هو مع الخبيزه اللي احنا حطيناها. يعني ايدك هنا وايدك هنا. وبعد كده هدنا احمر زي ما انتم شايفين الرز كده، بيبقى طعمه حلو قوي. الرز المحمر ده جربوه ان شاء الله هيعجبكم. خلاص انا كده غليت معايا زي ما انتم شايفين. احتاجت حوالي معلقه صغيره من الملح، حطيتها. ايدي كده مستمرة في الرز. خلاص كده خلاص اتحمرت معانا. هحط بقى قالب مرقه كده في قلب الرز وانا بحمره قبل ما اسقط الرز بتاعنا. وداني كده برضو اقلب الرز المحمر مع الرز التاني وحبة ملح. خلاص كده بعد خلاص ما حطيت الرز والمرقه والملح، احط بقى حبة ميه، ما كتريش ميه عشان ما يتعجنش معانا. هسيبه بقى يغلي. وبعد كده هرجع للخبيزه. خلاص كده الخبيزه بقت تمام معايا. هجيب لها هعمل لها الطشه اللي هي بتاعه الثوم. هجيب كده معلقه من السمنه ومعلقه كده من الثوم كبيره، وهدني كده ايه احمر في الثوم علشان هنطشها في الخبيزه. الخبيزه ما بتحطلهاش خالص بصل. ديت طريقه امي وطريقه جدتنا بتاعت زمان برضو. والطريقه ديت اللي هي بتوع الناس الكبيره ان هم بتوع زمان. ما بتحطلهاش بصل. انت عايزه تضيفي لها بقى بصل براحتك، بس دي الطريقه الاصليه بتاعتها. خلاص كده حمرت معايا الثوم معانا. وهجيب كبشه من الخبيزه واحطها في الطاسه زي ما انتم شايفين كده، اقوم حطها على الخبيزه عشان تدي معايا ريحه حلوه. خلاص كده خلصت معايا الخبيزه. هطفي بقى عليها. والرز كمان اتشرب معايا. هقلبه تقلبتين كده واسيبه يستوي. مش هيكمل حوالي 5 دقايق. الرز المحمر ده بيكملش 5 دقايق وبيستوي على طول. خلاص كده خلص معانا الرز كده استوى. هغرف بقى الاطباق وهرجع لكم يا حبايب قلبي. خلاص كده يا حبايب قلبي غرفت كده طبق من الخبيزه وطبق من الرز بتاعنا، وجبت كمان طبق مخلل اللي احنا كنا عاملين مع بعض. ايه رأيكم؟ ده الشكل النهائي للخبيزة. ودي طريقة ماما. ربنا يخليها ليا يا رب. وان شاء الله هعمل لكم وصفات كتير برضو بطريقة ماما برضو. ايه رأيكم يا حبايب قلبي في الخبيزة بتاعتي؟ لو عجبكم بقى الخبيزة بتاعتي حبايب قلبي، ما تنسوش لو مشتركوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس علشان يوصلي كل جديد. واحلى لايك يا احلى اخوات في الدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.